مرحبا بكم في الحلقة الثالثة. في الفيديوهات اللي فاتت تكلمنا على النصائح اليومية اللي خاصك تتبع باش المشروع ديالك ينجح، وايضا كيفاش تختار الشكل القانوني المناسب للمقاولة ديالك. فاليوم غادي نهضروا على واحد القضية مهمة بزاف، هي دراسة الجدوى او ما يسمى لو بيزنس بلان. فهاد المرحلة ضرورية حيت هي اللي غتخليك تعرف واش المشروع ديالك غادي يكون ناجح ولا لا، وشنو الامكانيات والمخاطر اللي ممكن تواجه. اول حاجه خصنا نعرفوها هي علاش دراسه الجدوى ضروريه، سواء كنتي غدير مقاوله صغيره او ستارت اب او حتى مقاول ذاتي. فدراسه الجدوى هي حجر الزاويه ديال اي مشروع. دراسه الجدوى كتعطيك رؤيه شامله على المشروع ديالك قبل ما تبدا، كتخليك تعرف شحال غادي تصرف وشحال غادي تربح، وواش المشروع ديالك عنده فرص باش ينجح في السوق ولا لا. هادشي غيعاونك باش تاخذ قرارات مدروسه وتفهم بزاف ديال الجوانب اللي ربما تكون غايبه عليك. الحديث عن اصل دراسه الجدوى كما كنعرفوها دابا غالبا ما ينسب الى بيير سامويل سيور ديبون لو نومو، اللي هو رجل اعمال فرنسي من القرن الثامن عشر. ففي سنه 1799 قبل باش يغادر فرنسا هو وولدو في اتجاه الولايات المتحده الامريكيه لتاسيس مصنع ديال البارود، وكتب العديد من الرسائل للمستثمرين المحتملين. وفي هذه الرسائل عرض الخطه ديالو حول كيفاش غادي يحقق الارباح من المصنع ديالو. فهذا النوع من التواصل المبني على تحليل الفوائد الماليه والمخاطر كان بمثابه اول نموذج لما يعرف اليوم بالخطه التجاريه او دراسه الجدوى لو بيزنس بلان. ومع مرور الزمن وخصوصا خلال الثوره الصناعيه بدات دراسه الجدوى كتاخذ طابع اكثر رسميه وانتشار، ولات كذلك أداة أساسية معتمدة من طرف المستثمرين والمؤسسات المالية لضمان نجاح المشاريع الكبرى. وكذلك في أواخر القرن 19 وخصوصا في بريطانيا ولات دراسة الجدوى شرط أساسي لأي مشروع يتطلب تمويل بنكي لتقييم فرص الربح وتقليل المخاطر المالية. دراسة الجدوى اليوم هي الأساس اللي كيعتمد عليه المستثمرين والمقاولين على حد سواء اتخاذ قرارات مدروسة وضمان نجاح المشروع. فسواء كنتي غدير ستارت اب، مقاولة أو حتى مقاول ذاتي، فدراسة الجدوى هي حجر الزاوية. واحد الخطأ اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس هو أنهم كيبداو مشاريع على أساس غير شي منتوج أو خدمة كتعجبهم، ولكن في الاصل ما كيشوفوش السوق شنو باغي. راه ضروري خاصك تعرف الناس اشنو باغي، شنو الاحتياجات ديال السوق وشنو اللي عليه طلب كبير، لان الهدف ديال المقاوله الاساسي هو خلق الثروه، يعني باش تربح ماشي غير باش دير شي حاجه كتعجبك. فراه ماشي من المفروض انها تعجب الناس كاملين. مثلا ممكن تكون عندك فكره ديال متجر كيبيع منتجات معينه كتستعملها انت بزاف، ولكن في الحقيقة الناس اللي كتحاول تستهدفهم يمكن ما يكونوش مهتمين بهذه المنتجات. فهنا كتجي الأهمية ديال دراسة السوق، كتخليك تعرف اشنو الناس كيبغيو وشنو كيستهلكوا وكيفاش كيفكروا. واحد الجزء مهم في دراسة الجدوى هو البنش ماركين، يعني تحليل المنافسة والمقارنة. في هذه المرحلة خاصك تشوف المنافسين ديالك وتفهم الاسعار ديالهم، نوعيه الزبائن اللي كيتعاملوا معاهم، وحتى جوده المنتجات والخدمات اللي كيعرضوا. هذا التحليل غيعطيك فكره واضحه على بشحال خاصك تبيع المنتج ديالك وكيفاش تميز الخدمه ديالك على الناس الاخرين وتعززها باش تكون منافس قوي. اول حاجه خاصك تعرف شحال كيتباع المنتج ديالك او الخدمه ديالك في السوق، واش غادي تقدر تنافس على الثمن ولا خاصك تركز على الجوده اكثر. هذا الشيء غيعاونك باش تحدد الاسعار ديالك
بالطريقه اللي غتخليك تربح وتنافس في نفس الوقت. ثاني حاجه، خاصك تفهم شكون هما الزبائن المنافسين ديالك، واش كيمثلوا نفس الفئه اللي كتشوفها انت مستهدفه ولا خاصك تغير الاستراتيجيه ديالك. فهاد الخطه خاصك تشوف التفاعل ديالهم على المنتجات، يعني تقرا لي ريفيوز والتعاليق، شنو كيعجبهم وشنو اللي كيتشكاو منه. الا كنتي غادي تخدم في الصناعه، خاصك تحلل سهوله وجود لي ماتيغ بروميير، المواد الاوليه اللي غادي تستعملها، واش غتكون متاحه في السوق المحلي ولا غادي تستوردها من برا بشكل مستمر. فهاد النقطه ضروريه وكتضمن استمراريه الانتاج ديالك. واحد الجانب اللي ما يمكنش تغفل عليه هو الكلمات المفتاحيه لي موكلي في العالم الرقمي. خاصك تعرف واش الناس كيقلبوا على المنتجات او الخدمات اللي غادي تعرض. تقدر تستعمل مثلا ادوات ديال جوجل باغ اكزومبل، جوجل ترندز، جوجل كيورد بلانر، باش تعرف الكلمات اللي كيقلبوا عليها الناس بزاف وتحدد الكلمات اللي ممكن تستعمل في التسويق الرقمي ديالك. دراسات الجدوى الناجحه كتعطيك فرصه كبيره باش تجلب المستثمرين، حيت المستثمرين ديما كيركزوا على التفاصيل اللي كتبين انك فاهم السوق مزيان، قادر تسير المشروع بنجاح. غادي نعطيك بعض النصائح اللي غادي تساعد. خاصك تكون دقيق في الارقام ديالك. المستثمرين كيهتموا بزاف بالتفاصيل الماليه، ما يمكنش تقدم لهم دراسه جدوى فيها تقديرات غير دقيقه. خاصك تكون عارف شحال غادي تصرف وشحال غادي تربح. بين انك عارف السوق. البنش ماركين مهم بزاف هنا، حيت خاصك تبين للمستثمرين انك فاهم المنافسه وواعي بالمخاطر والفرص. وكل ما كنت دقيق في التفاصيل ديالك كل ما زادت الثقه ديالهم فيك. دير خطط ماليه واضحه. المستثمرين كيهتموا بزاف بالخطط الماليه. بين ليهم شحال ديال الوقت غادي تحتاج باش تحقق الربح، وشحال ديال المصاريف الشهريه الثابته اللي غتكون عندك، باش يفهموا الطريق اللي غادي يمشي فيها المشروع. دراسة الجدوى هي السلاح السري ديالك باش تقنع المستثمرين، حيت كتبين ليهم انك غادي تمشي على اسس مدروسه وعندك خطه واضحه. بزاف ديال المستثمرين ما كيقرروش يستثمروا حتى كيشوفوا دراسه الجدوى ديالك وكيعرفوا واش المشروع غادي ينجح وشحال ممكن ديال الربح غادي يحقق. مثلا الا كنتي باغي تقنع بنك او مستثمر كبير، خاصك تكون موجد دراسه جدوى مفصله وفيها الارقام والبيانات اللي كتبين انك فاهم المشروع ديالك من جميع الجوانب. الا كنتي غادي تبدا مشروع جديد، ما تنساش ان دراسه الجدوى هي الاساس ديالك، كتعاونك باش تشوف الطريق بوضوح وتفهم شنو غادي تواجه. فيمكن يدير لك دراسه الجدوى شي مثلا خبير او محاسب، ولكن الا درتيها لراسك غيكون احسن وغتكون عارف المشروع ديالك فين غادي وشحال التكلفه ديالو وشحال جميع التفاصيل. دونك كننصحك دير دراسه الجدوى لراسك. شكرا بزاف على المتابعه، ما تنساوش ديروا ابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد. الا عندكم شي سؤال خليوه لي في شي تعليق وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وكنشكركم بزاف ونتلاقاو في الفيديو الجاي.